comme vous dans ces circonstances. Est-ce que ça rend les choses difficiles pour un franco-marocain comme vous dans ces circonstances-là? Je ne suis pas franco-marocain. Oui. Je suis immigré en France et je suis marocain. Et j'aime la France profondément comme un immigré aime la France et comme beaucoup d'immigrés aiment la France et la respectent. Aujourd'hui, j'ai une mission qui est d'aider mon pays. Le reste, ça ne me regarde pas. À la grande solidarité du peuple marocain. المواقع الرياضية والأفراد وأول تقنية تجدر الإشارة إليها لأنها سابقة في إطار هذا التنظيم، تقنية اعتمدها المغرب في المطارات لاستقبال الوافدين، تقنية تعرف باسم البوابات الإلكترونية أو إي جيت في مطار مراكش المنارة كنموذج، لكن مطارات أخرى معنية أيضا بهذه التقنية مثل طنجة، فاس وأكادير وغيرها. هذه البوابات توفر إمكانية التحكم الآلي كما نشاهد في الصور في إجراءات صعود الركاب على متن الطائرات، إذ تستخدم البيانات البيومترية المخزنة في جوازات السفر أو بطاقات الهوية الحديثة للتحقق من هوية الأشخاص الذين يمرون عبر هذه النقط للتفتيش من دون تدخل بشري. الهدف بطبيعة الحال هو تسريع إجراءات عبور الوافدين على المغرب خلال هذه التظاهرة الرياضية. المغرب أيضا يعتمد وبقوة على كاميرات المراقبة الذكية. هناك كاميرات ثابتة مزودة بالذكاء الاصطناعي وبتقنية التعرف على الوجوه، نجدها داخل الملاعب وفي شوارع المدن الست التي تنظم فيها المباريات. المغرب يعتمد على ترسانة غير مسبوقة من الكاميرات الذكية المحمولة المتحركة، أكثر من 6000 كاميرا محمولة لتغطية 75 موقعا، والأولوية أعطيت بالنسبة لهذه الكاميرات المحمولة لمحور الرباط الدار البيضاء، مراكش، أكادير وفاس طنجة. هذه الكاميرات لها القدرة على تعرف الوجوه في الشارع أو التعرف على الوجوه، وهي في الواقع سيارات تعرف باسم أمان كشف عنها المغرب قبل أشهر فقط، عبارة عن سيارات رباعية الدفع خاصة بعناصر الأمن مزودة بأحدث التكنولوجيات مثل كاميرات بزاوية رؤية شاملة 360 درجة، لها القدرة أيضا على التعرف على الوجوه، وبفضل تقنية محلية الصنع طورتها الفرق التقنية والهندسية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي. كما أن هذه السيارات لها أيضا القدرة على قراءة لوحات ترقيم السيارات، ما يتيح التتبع الفوري للمركبات المشتبه بها. كما يمكن لهذه السيارات أن تتحول إلى منصة لإطلاق الطائرات المسيرة نحو وجهة أو مكان معين، إذن ما يوفر إمكانيات متقدمة في المراقبة والتحرك السريع والاستجابة الفورية. هذه الخطوة تعكس متانة الشراكة بين البلدين خاصة في المجال الأمني. التعاون الأمني بين المغرب والولايات المتحدة ليس وليد الصدفة. Where 48 national teams will compete in 78 matches right here in the US. It's the beauty and the greatness of America, and we can't wait to welcome soccer. And over 1 billion viewers are going to have one of the watch the competition of. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الكرام في كل مكان. قبل ما نبدأ ما تنسوش تصلوا على النبي ثم تصلوا على النبي. طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان امريكا استعانت بشركات الامن المغربية لتأمين كأس العالم. طبعا دي حاجة كبيرة جدا، ويعني اعتراف كده من امريكا ان المغرب اصبحت قوة لا يستهان بها. طبعا اللهم بارك لما يكون في دولة بحجم أمريكا تستعين بالشركات مغربية يعني علشان تأمنها، دي رسالة قوية وواضحة جدا وما فيش داعي إن أنا أتكلم فيها. هنا بقى دلوقتي معانا اللهم بارك نجوم العالم الشعب الأمريكي منبهرين بالقوة التي أصبحت فيها المملكة المغربية. طبعا جاد المالح مش غريب عنكم، جاد المالح اللي طبعا حبيت ان انا احط المقطع بتاعه في اول الفيديو، اللي قال انا صحيح عايش في فرنسا ولكن انا مغربي الاصل.
دلوقتي هقرأ لكم ما كتبه جاد المالح على انستجرام، واللي قال: كم أنت عظيمة يا بلادي، في كل مرة أعتقد أنني فهمت سر هذا الوطن، أكتشف أنني لم أرى سوى جزءا بسيطا من عظمته. المغرب ليست مجرد بلد، المغرب روح وإحساس وتاريخ حي يمشي بين الناس. ما رأيته مؤخرا جعلني أشعر بالفخر بطريقة مختلفة. شعب متحد، قلوبه واحدة، وحب لا يشترى ولا يكسر. قوة ليست فقط في الإمكانيات، بل في الإنسان المغربي نفسه، ذلك الإنسان الذي يحمل في داخله كرامة ووفاء وانتماء لا يتغير مهما كانت الظروف. وعندما ترى هذا الشعب يقف بكل هذا الحب خلفه، تفهم أن العلاقة هنا ليست عادية، بل علاقة ثقافة وفخر وتاريخ مشترك. وتابع جاد المالح كلامه قال: أنا اليوم لا أتكلم فقط كفنان، بل كمغربي فخور بجذوره، فخور بكل واحد في هذه البلد، بكل ابتسامة، بكل تعب، بكل إنجاز. المغرب علمني أن القوة ليست في الصوت العالي، بل في الثبات، ولي الشرف أن أقولها بكل وضوح: أنا مغربي وسأظل فخور بذلك إلى الأبد. زي ما انتم شايفين معانا متابعينا الكرام، النجوم العالمية بتتكلم عن المغرب. المغرب أصبح عالميا، الكل فخور بالمملكة المغربية وبالتقدم اللي بقت فيه المملكة المغربية حاليا. اللهم بارك. زي ما حضراتكم شايفين الأجهزة اللي بيستخدموها أجهزة حديثة وعلى أعلى تقنية وبجد مبهرة. اللهم بارك ما شاء الله. يعني أنا متخيلتش إن يعني ممكن يكون تأمين الملاعب بهذه الدقة، ما شاء الله اللهم بارك. يعني دلوقتي أصبحت الشركات المغربية عالمية، وده بقى يعني كده نقول إيه، حسنات اللي خدناها من كأس أفريقيا، هي ان الشركات المغربية سواء في بناء الملاعب، سواء في بناء الطرق، سواء في القطارات، سواء في التأمين، زي ما حضراتكم شايفين على كل المستويات الشركات المغربية أصبحت عالمية. كأس أفريقيا صحيح كان قاسي شوية على المغاربة، ولكن هنا بقى فوائده وثماره بدأت تظهر. اللهم بارك. المغرب أصبح قوة لا يستهان بها، قوة عالمية. المغرب دلوقتي بيتذكر اسمه في كل المحافل العالمية، الجميع مبهور بالمجهود اللي عاملينه الشباب المغربية. كل مغربي حاطط في دماغه انه هو بس يرفع اسم بلاده، وحاطين شعار: نحن نعمل في صمت. وفعلا شغالين في صمت، كل واحد فيهم شغال في صمت، مش فاضيين لا يردوا على حد بيتطاول عليهم ولا حد بيشتم ومش فاضيين. هم بس حاطين هدف قدامهم ان هم هيرفعوا اسم بلادهم، وان هم هيكونوا احسن جيل حصل في تاريخ المملكة المغربية الى الان. وده انا شايفاه لان هم اللهم بارك عاملين طفرة عالمية. وبالنهاية متابعينا الكرام، ما تنسوش تكتبوا لي رأيكم بالتعليقات. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد وحصري. دمتم في أمان الله.